دكتور حسام كان بادئ معنا بالشكل ده، وكان هدفه يزود من لياقته البدنية وينزل من نسبة الدهون ويبقى عنده أسلوب صحي أكتر، وبالفعل وصل له الدعم في أسرع وقت، وبعتنا له الفورم اللي يملاه واللي يسهل علينا نعرف كل تفاصيل حياته، من الأكلات اللي بيفضلها لعدد أيام التمرين المتاحة، وهل في أي أمراض صحية أو إصابات قديمة، وشكل المجهود المبذول في يوم ومدخن أو لأ، واهتمينا إننا نكون ملمين بكل التفاصيل عشان نقدر نحط الخطط المناسبة ليه ولهدفه. وبالفعل بعد مدة قصيرة من استلام البلانز كلها المصممة ليه، وده شكل حسام حاليا. حسام مش بس نزل نسبة الدهون من 25% ل 8%، واكتسب أسلوب حياة صحي أكتر، لا ده كمان كان في تطور كبير من حيث الكتلة والقوة العضلية، ده غير نشاطه اللي زاد على مدار اليوم كله، وده ساعده يبقى منتج أكتر في شغله ودراسته، وثقته بنفسه رجعت له تاني، لأنه كان بيتكسف من شكل جسمه وإنه يقلع قدام حد زي ما قال لنا، لكن حاليا ده رد. ده انا وصلت لمرحله ان انا فخور بجسمي فشخ، بقف كل شويه قدام مرايه وبستعرض وبتاع وحابب شكل جسمي. وزي ما حسام وكتير عملوها قبلك ولسه كتير هيوصلوا لها بعدهم، اطمع على رجل نفسك وخلي ليك مكان وسطهم. طبعا انت فاكر ان جبت حزوزيز او حد من التيم اتشيزات هو اللي بيكلمك، لكن في الحقيقه انا دكتور حسام. بلاتفورم ثانية واحدة يا جدعان، مين كده من السكريبت ده؟ المفروض اقول انا شخصيا مصر هو هيجي اكتر ده. ما انت اللي كاتب السكريبت ده وانت اللي قايل نعمل كده. لا يا عم خلاص انا غيرت رايي، انا عايز اكون انا المصري. زيزو خلاص انت صورت الفيديو اهو. يا اسطى بص هو لابس شيك وبرضه وبتاع وانا ملبسني كيس زباله، يا عم هروح اغير وجع السعيد. لا خد تغير ايه بس، انا طايق الهدوم عليا بالعافيه، ما تخليهاش تيجي فيك انت. لا خليك بس مش هطاح يا زيزو بس عباط علينا بقى. انت عملت ايه يا حسين؟ عملت ايه في حسين؟ هقول لك انا عملت ايه. الحق مكانك واشترك دلوقتي عشان اللي باقي منه مش كتير.